ولا تقول لي يورو ولا تقول لي كوبا ضحك امريكا. احنا الاصل، البريمير ليج هو الاصل، واخيرا رجعنا من جديد. وانا رجعت اليوتيوب تاني، فمش عارف هل هكمل ولا لا. ده يعني يتوقف عليكم انتوا، لو ظبطتوني انا هكمل معاكم اكيد زي المواسم اللي فاتت كنت منتظم معاكم. فانتوا ظبطوني اللايكات وشير مع صحابكم والسبسكرايب يا جماعة، عشان ايه نمشي الدنيا. ويلا بينا نبدأ. وهنبدأ بقوانين الفانتزي اللي اتعدل عليها حاجات جديدة خالص الموسم ده. فهفكركم بحاجات قديمة، ولازم حتى الناس اللي بتلعبها لازم يركزوا معايا عشان اعرفكم برضو القوانين الجديدة ايه نظامها، عشان طبعا فيها اختلاف عن المواسم اللي فاتت. هبدأ بالجديد. ماشي، نبدأ بالجديد والقديم كده كده ايه، حتى الناس اللي هم لسه اول مرة يعني هيفهموا الدنيا على طول. القوانين العادية الطبيعية اللي احنا عارفينها ان احنا كنا بنعمل ترانسفير واحد، بيبقى انتقال واحد كل جولة. بس كان كل موسم من اول ما اللعبة دي اتعملت اخرك، يعني انت اخرك تحوش تبديلتين. يعني انت لو ما عملتش تبديل الاسبوع ده والاسبوع اللي بعديه هيبقى معاك اتنين، لكن لو حوشت 3 اسابيع هيفضل معاك برضو الاتنين. لكن في الموسم الجديد تقدر ان انت تحوش لحد 5 تبديلات. يعني هتقدر ان انت مثلا ما تعملش تبديلات لمدة 5 اسابيع. تقول لي دي ميزة حلوة ولا ميزة وحشة؟ بالنسبة لي وحشة، وبالنسبة للعبة كمان وحشة. هما بصراحة عندهم غباء. اصل دي كده هتشجع الناس انها ما تعملش تبديلات، يعني انها ما تلعبش اصلا اللعبة. يعني يقعدوا مثلا شهر ركننا ويرجعوا يعملوا التبديلات ويقفلوها تاني. فدي حركة غبية قوي منهم على نفسهم هم شخصيا. وبرضو حتى اللي بيحوش التبديلات، انا عارف ان هي بتبقى زي وايلد كارد وبتاع، بس مش حلو، مش حلو خالص. يعني مش كويسة. يعني انا بالنسبة لي مش مقتنع بيها، لان انت حتى لو عندك فرقة خيالية هيبقى عندك برضو تبديلات تعملها. لو مش هتعملها كل اسبوع هتعملها كل اسبوعين، ولو مش كل اسبوعين هيبقى 3. انا كنت شايف ان هم يخلوها 3 بدل 5. ده كان الافضل. عندك طبعا في الشيبس اللي هو وسائل المساعدة. عندك 2 وايلد كارد، وواحدة فري هيت، وواحدة بنش بوست، وواحدة تريبل كابتن، وواحدة ميستري شيب. ميستري شيب دي خاصية ما اعلنوش عنها، ما قالوش ايه تفاصيلها، بس هتبدأ تكون موجودة عندنا من شهر واحد. يعني مش هتكون موجودة حاليا. 2 وايلد كارد. الوايلد كارد اللي ما يعرفش ان انت تقدر تغير الفرقة كلها 600 مرة خلال الاسبوع، خلال الجولة الواحدة تقدر تغير براحتك. دي مش هتعمل لك اي سالب في الانتقالات بتاعتك. أم، الفري هيت بتعمل برضو نفس الموضوع، الانتقالات دي بس بتبقى الجولة واحدة. بعد كده فرقتك الأصلية هترجع تاني من جديد. وممكن أعمل لكم حلقة يعني خاصة بالشيبس، يعني برضو للمهتم وعايز يعرف. البنش بوست يعني النقط بتاعت الناس اللي على الدكة، اللي هي طبيعي ما بتتحسبش، بتتحسب لجولة واحدة اللي هتستخدم فيها الخاصية دي. تريبل كابتن يعني برضو بتتعمل لجولة واحدة. دي برضو الكابتن بتاعك بدل ما بيتضاعف النقط في 2 بتتضاعف في 3. فلازم برضو تعملها في جولة الواحد يستحق، ما تعملهاش في ناس بتعمل تريبل كابتن من الجولة الأولى دي. يعني دي ناس أنا مش فاهمها. في بقى ميزة حلوة جدا، ودي الحاجة الوحيدة اللي عجباني في الحاجات الجديدة اللي عملوها. وهي ان انت قبل كده لما احنا كنا بنعمل فري هيت والوايلد كارد، كنا حتى لو متحوش عندنا تبديل او تبديلتين بيروحوا. يعني انت مجرد ما تفعل الخاصيه بتاعت فري هيت او وايلد كارد عملتهم، الجوله اللي بعديها هتدخل هيبقى عندك تبديل واحد اللي هي بتاعت الجوله الجديده. لا، في بقى الخاصيه دي ان انت التبديل بتاعتك مش هتروح دلوقتي خلاص بقى. يعني بعد النظام الجديد، بعد السيستم الجديد اللي عاملينه، ان انت مثلا محوش تبديلين، محوش 3 تبديلات، عملت وايلد كارد، هترجع الجولة اللي بعدها هتلاقي ال3 تبديلات موجودين عادي. يعني مش هتلاقيهم قلوا او راحوا. فدي حاجة حلوة عجبتني بصراحة في اللعبة. يعني دي الحاجة الوحيدة تقريبا اللي عجبتني في التحديثات الجديدة. طبعا زي ما احنا عارفين الديدلاين بيبقى قبلها ب90 دقيقة، بساعة ونص، عشان يمنعوا التسريبات بتاعة التشكيل بتاعة أول ماتش. 90 دقيقة قبل أول ماتش، بعد كده بتتقفل. آه، دي باختصار كده ايه النظام الجديد والقوانين الجديدة. يعني شبهها شوية، بس يعني موضوع ال5 تبديلات مش جاي معايا سكة بصراحة. في بقى حاجة جديدة عاملينها،
هنتكلم على النقط والكلام ده، ان هم عملوا الحارس 10 نقط لو جاب جون. ما بتحصل مرة كل 5 سنين مرة مثلا. يعني برضه حاجة ملهاش لازمة، يعني تحديث ملوش أي 30 لازمة بصراحة. زي ما انتوا عارفين بقى، يعني سواء ناس قديمة أو جديدة، هكلمكم على النقط. اللي بيلعب 60 دقيقة بياخد نقطة، اللي بيلعب فوق ال60 دقيقة حتى لو 61 نقطة هياخد نقطتين. المدافع اللي هو بيجيب جون بيبقى بياخد 6 نقط. الخط الوسط اللي بيجيب جون بيبقى 5 نقط. المهاجم اللي بيجيب جون بيجيب 4 نقط. ودي نقطة في البونص يا جماعة، عشان في ناس هتتكلم على البونص، وفي ناس حتى قديمة نفسها تعرف هو البونص بيتحسب ازاي. ممكن اعمل لكم حلقة مخصوص على موضوع البونص. بس عشان ان المهاجم بياخد اقل نقط في الجون بتاعه، عشان كده دايما اللعبة بتحب تطبل للمهاجم في البونص. يعني لو خط وسط جاب جون ومهاجم جاب جون، ممكن يرفعوا المهاجم يخلوه هو ياخد ال3 بونص. فدي نقطة ايه، يعني عدينا عليها كده، وممكن نعمل لها حلقة لو حد مهتم بموضوع البونص، عشان في ناس كتير انا شايفهم مش فاهمين الموضوع ده خالص. نقط الكلين شيت بتاعت خط الوسط بيبقى نقطة. النقطة بتاعت المدافع بيبقى ب4. ماشي. المهاجم طبعا ملوش كلين شيت، يعني اكيد ملوش كلين شيت. كارت الاصفر بيبقى بسالب 1. الكارت الاحمر بيبقى بسالب 3. الهدف العكسي بسالب 2. وتخيل بقى لو انت عامل بقى كابتنة لأي واحد عامل المصايب دي، تخيل انت، تخيل المجزرة اللي هتحصل. آم، برضو لما تضيع ضربة جزاء هيبقى سالب 2. لكن الحارس اللي بيصد ضربة الجزاء بيبقى ب5. ودايما دايما دايما لو حارس صد ضربة جزاء ودخل فيه 20 جون، هتلاقيه هو اللي واخد ال3 بونص. ده قانون في اللعبة كده، هو كده. دي من ضمن اساسيات البونص كده، يعني فما تسألنيش ليه، هما ده مزاجهم. والاسيست ب3 نقط. ماشي. برضو اخر نقطة بالنسبة للاسيست، انت لو انت وقعت في ضرب منطقة الجزاء هتحسب لك اسيست لو الكرة دخلت. بس لو اللاعب نفسه اللي جاب ضربة الجزاء هو اللي هيشوط ضربة الجزاء، مش هتحسب له اسيست. ماشي. دي برضو نقطة يعني مهمة، عشان في ناس برضو دايما بتسأل فيها ويقولوا هو اللاعب ده اتضحك عليه وما خدش ليه ال3 نقط دول. بس كده يا شباب، ده بالنسبة للقوانين كده عدينا عليها بشكل سريع جدا. هنتكلم بقى بشكل تفصيلي اكتر بقى جوه اللعبة من اول حلقة الجاية. فاظبطوا لي اللايكات والسبسكرايب والشير لاصحابكم لو عايزين نكمل.